تخيل محافظة في مصر فيها كل التاريخ الجميل ده وعدت بكل العصور دي وفي ناس كتير لسه ما تعرفهاش. ده الحديد متاكل ده. ايوه ده هو. كلامي عن اكبر محافظة في مصر، الوادي الجديد. بخار. ايوه بخار فرعوني. وفي رواية اخرى الواحات بكل تفاصيلها. ايه ما كان بيت اقزام ولا انا ليه بشوفه؟ وبعد كده ما كانش ليهم اخصام في السجاير، بدل ما الرجوله يحطوا مثلا احمس. بص بقى يا برنس، الفيديو بتاعنا النهارده من اقدم بيت في محافظه الوادي الجديد، بيت عمره 500 سنه، هنعمله عظمه. يلا بينا. كان تتخيل ان البيت ده عمره فوق ال 500 سنه. بص هو اكتشاف، انا الصراحه انا متشوق جدا للفيديو ده، فان شاء الله هنطلع بحاجه حلوه باذن الله. واخر بيت وعمر البيت تقريبا فوق ال 500 سنه، يعتبر تحفه معماريه نادره ومش موجود دلوقتي. الخطين دول كانوا بيمثلوا شقه. والبيت زي ما انت ما شايف كده بيتكون من دورين. احنا كده لسه في الدور الاول بنصور لكم كل الاوض اللي موجوده، واللي قدامك ده اسمه مهرس الرز عشان يفصل القشر عن الحبه البيض. حرفيا واحنا في المكان حاسين ان احنا عايشين جوه فيلم فرعون. بص انا الشعور اللي انا حاسس بيه هنا هتجربه بنفسك. لو حبيت تزور المكان ده او اي مكان في الوادي الجديد، خش تواصل معايا وما تشغلش بالك باي حاجه خالص. فيها ايه؟ التبل والحاتي والملاقين والمراوح والحاجات والمعالق. بص يا جدعان، هنا المكان اللي احنا شايفينه ده كان بيقعد فيه اكبر راس في العيله، غير الاوض الثانيه كلهم اسر، كل اوضه اسره. هنا كان بيقعد فيه اكبر واحد في العيله. فكره الشماعه جت من هنا، من عرجون اهي. انا فاهم، هو الارض تقريبا اللي عالي ده الحديد متاكل ده. ايوه ده هو. ده عمره قد ايه ده؟ ده عمر البيت والله 500 سنه اكتر. شوف الحديد، بص عامل ازاي. بص متاكل. الحصيره دي عمرها قد ايه يا عم مصباح؟ دي بحركه 20 30 كده سنه. 20 30 سنه الحصيره دي. الحصيره تتعامل ازاي؟ كانوا بيعملوها كده. زي ما انتم شايفين كده. بصوا يعني، يا مبروك راسك يا ابني. عايز ايه؟ يلا بينا. ده برضه كانت في اسره. الاب والام هنا كده والاولاد هنا كده اهو. الشباك المفتوح على الغرفه الثانيه. بصوا دي منشة الدبان. ضبة والمفتاح. ده الضبة والمفتاح. كل مرة بسمع عنها، أول مرة أشوفها اهي. ضبة والمفتاح. بيتعمل من خشب النب. أقوى خشب خلاص يلا بينا. الطراز الواحاتي. بص الحاجات اللي كنا بنستخدمها زمان. سلمين اطلعك على فوق. ده هنا أول سلم، عدي كده. السلم التاني من الناحية دي أهو. ده السلم التاني. احنا طلعنا من السلم ده كده فوق هنا. هلو. وزي ما انت شايف كده ده البيت من فوق او الدور التاني. عايز اقول لك المنظر روعة، تحفة بالمعنى الحرفي. لازم تروح هناك وتشوف بنفسك حرفيا. المكان ده بقى بيجي فيه سياح من كل انحاء العالم، وكمان ناس من محافظات تانية، وبيتعمل فيه زي قعدات بقى واغاني والحاجات الجميلة بتاعت زمان بقى، بيعيدوا التاريخ بتاع الواحات. بصوا بقى القعدة هنا تحفة حرفيا. المنظر والاجواء صبح غير بالليل، هتعيش كده في جو تاني خالص. لو حبيت تزور اي مكان بنعرضهولك، خش تواصل معايا وهنظبط لك كل حاجه. ده بقى الشغل البارز، دي الحاجات اللي بتبقى على الحيط. ده عندك هنا طبعا الجمل، وعندك هنا رمز الواحات النخيل، واللي جنبها دي البجوات. وهنزور كل الاماكن الجميله دي. بقى اوريك ايه طابونه العيش بتاعت زمان شكلها عامل ازاي. بصوا دي الطابونه بتاعت العيش، طابونه اجدادنا اهي. توقع معايا الزيارة الجاية من أنهي مكان، وخش معانا سحب الجوائز اللي هنعمله بإذن الله بعد الفيديو الجميل ده. ولو عندك أي فكرة عن أي مكان في الوادي الجديد ونفسك تروحه عرفنا ونروح نصور لك فيه. بيعملوا حمام في الخربش ده كان إيه بقى؟ كان دايرة. صندوق تحت، اللي يخش يعمل حمام كان ياخد حاجتين معاه. ياخد رماد طابونة والمية. بيتحط على الفضلات. اولا بيكتم الريحه، ما يبقاش البيت فيه ريحه. ثانيا بعد شهرين ثلاثه يبتدي في التحلل. الناس تعمل ايه؟ تشيلوا سماد للغبان
يعني برضه كانوا بيستفادوا بالكلام ده. ايوه مفيش ما سابوش حاجه. لا حتى ده ما بيترميش. لا كل 5 دقيقة اعتقد ان ما كانش ليها مكان. وطبعا مش كل الحاجات اللي موجودة في البيت ده من 500 سنة. طبعا البيت عدى بكمية عصور وعهود وناس كتير عاشت جوه البيت ده، مش كل حاجة فيه من 500 سنة. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتعمل لايك واستنى رأيك في الكومنتات. طبعا زي ما انتم شايفين ده هنا ده الكانون. كانوا بيعملوا عليه زي بص يعني هو زي البوتاجاز ما معناها يعني بلغتنا احنا. بصوا ده المنشار. ده المنشار كان بيتمسك ازاي؟ كان بيتمسك قصاد اتنين قصاد بعض كده. ولو انت لسه جديد عندنا وما تعرفناش، فاحنا بنعمل لكم شويه فيديوهات عن اجمل الاماكن اللي موجوده في كل المحافظات. واول حاجه ابتدينا بيها محافظتنا، محافظه الوادي الجديد. هنزور فيها معاكم كل الاماكن الاثريه اللي موجوده، وكمان اكتر حاجات المشهوره عن الضبه والمفتاح. الضبه والمفتاح كنت اسمع تخيل المكان اللي احنا فيه ده عمره 500 سنه. كان بيشوفك السيد كيلومتر. كيلومتر هذا من زمان يعني. طب على كده ما كانش لهم اخصام في السجاير بدل ما يضربوا يحطوا مثلا احمس. البيت هيقع مش هيملك ده ولا اهلك. امشي بالراحه. دي بقى هنا الادوات اللي كان بيستعملها الانسان الواحاتي من قديم الازل. مكوة زمان. بخار. لا بخار. ايوه بخار فرعوني. طب فكرتها ايه يعني؟ تحطها على النار. يحط ده على النار يعني ويكوي بيه. كنت راح اعمل لك فتحه بقى. ده مفتاح ده دي بص جميل. اصغر مفتاح ضبه. طبعا انتوا شفتوا الضبه والمفتاح اللي كلنا بنسمع عنها من اهالينا واول مره نشوفها. اوريتها لكم اهو، مش حارمكم من حاجه والله. الضبه والمفتاح دي من بره. من بره دي اللي فيها الجفن. المغلاق من جوه. المغلاق من جوه. ينزل الصباطه برضه، مش اي حد يفتح. او اللي بتاع الكمار ده. هنصورها هنا تاني. ايه احنا المكان ده جميل. الله احنا عايزين نجي. ماشي فندم فيها. وفي نهايه الفيديو زي ما انتم شفتوا كده هستنى رايكم في الكومنتات. اقدم بيت في محافظه الوادي الجديد. نورتونا اهلا وسهلا. منو حضرتك والله. انبسطنا جدا وحرفيا الاجواء المكان هنا تحفه. اي حد محتاج يزور اي مكان في الوادي الجديد اتواصل معايا وهنظبط لك الدنيا لو انت من اي محافظه من محافظات مصر او حتى من بره مصر. كل سنه وانتم طيبين. اشوفكم في فيديو جديد. سلام. انبسطنا جدا بالزياره دي وحرفيا المكان تحفه. توقع معانا بقى المكان اللي جاي، الزياره اللي جايه هتبقى فين، وان شاء الله تخش معانا سحب الجوائز اللي هنعمله لكم في الفيديو الجاي. اهم حاجه بس تكون عامل سبسكرايب على اليوتيوب وتكون عامل فولو على بيج الفيسبوك ومتابعنا على كل المنصات بتاعتنا. الوادي الجديد فيها اماكن كتير تتزار وحاجات فوق منتهى العظمه. وزي ما قلنا قبل كده الوادي الجديد دوله مش محافظه. جمهوريه الوادي تحضر لي هنا. ولو انت من محافظه تانية عرفني الفيديو خرج من الوادي الجديد وصل لك في محافظه ايه. كل سنه وانتم طيبين. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.